النهاردة بقى هنعمل مع بعض في الفيديو ده تحلية الشوكولاتة الترند اللي قلبت الدنيا. انا شفتها الصراحة عجبتني، ولما جربتها حبيت اقول لكم ان هي يا جماعة فعلا تستاهل التجربة، بجد رهيبة. محتاجين بار شوكولاتة اللي هو زي ما انتوا شايفينه كده، مثلا بتجيبي نوع كويس بقى. انا استخدمت دريم، ممكن تستخدمي سما برضو، النوعين دول كويسين قوي. قطعتهم بالشكل ده علشان يسهلوا عليا ان هم يدوبوا بسرعة. هنحتاج كمان بسكوت شاي يكون نوعه كويس وطعمه جميل، تمام، علشان لو جبت نوع مش كويس هيفرق معاكي في الطعم. انا استخدمت 3 باكيتات ونص من الحجم اللي انتوا شايفينه ده، تمام. حطيت البسكوت في الكبة وهنزل عليهم بمعلقة كاكاو خام يكون نوع نضيف، تمام. هحطهم كده في الكبة وهضربهم بحيث ان هم يتفتفتوا. احنا ممكن نعملش الخطوة دي دلوقتي عادي ونحطهم على طول في اللبن، تمام. هنجيب نص لتر لبن وننزل عليه ببار الشوكولاتة ده المتقطع ده ونقلبهم كويس مع بعض. طبعا اللبن سخن يا جماعة، لبن سخن يا جماعة. وهنزل عليهم ب4 معالق زيت، طبعا زيت ملوش ريحة، تمام. هنقلب نقلب نقلب لحد ما الشوكولاتة بتاعتنا كلها تسيح. بس كده يعتبر احنا خلاص خلصنا. هنجيب بقى ايه الكبة بتاعتنا اللي فيها البسكوت دايب او متكسر كويس، وهنزل عليهم بالحليب اللي هو فيه شوكولاتة ده، وهنرجع نضربهم بقى ايه في الكبة. طبعا انا حطيت بسكوتين في الاول وبعد كده رجعت حطيت الباقي. انا بحط بالتدريج على حسب ما القوام بتاعي احس ان هو تمام. هنا زودت كمان باكت بسكوت، وهشغل الكبة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت بتعرفي القوام بقى ازاي. انا كده جيت اقلب برضو حسيت ان القوام سايل شوية، رجعت زودت ايه نص بسكوتايه من اللي انتوا شايفينها دي. ده القوام المظبوط بالنسبة لي. انت عاوزة القوام يبقى خفيف شوية، حطي 3 باكيتات من البسكوت الكبير ده، اوكي. طبعا ضربك في الكبة بيعتمد بقى انت بتحبي الحاجة ناعمة قوي ولا فيها مثلا بسكوت مجروش ولا ايه، براحتك عادي. المهم ان انا عاوزة اقول لكم الطعم يا جماعة رهيب رهيب رهيب. ضربته بقى لحد ما نعمته خالص على قد ما اقدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عاوزة اقول لكم من غير ما تحطوها في التلاجة فهي طعمها جميل. شايفين يا جماعة القوام قبل ما احطه في التلاجة كان بالشكل ده. حطيته بقى في الطواجن الصغننة دي. عاوزة اقولك ان النص كيلو لبن عامل لي 7 طواجن بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. فانت عاوزة تعملي اعملي نص كيلو بس كفاية عليك، يعني جربي في نص كيلو هو كده كده هيعجبك، تمام. صبيته بقى في الطواجن اللي زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هدخله التلاجة مثلا ساعة ولا حاجة يتماسك كده. بس انا عاوزة اقولك انت لو كلتيه برضو كده هيطلع طعمه جميل جدا. بعد ما دخلته التلاجة بقى شايفين القوام يا جماعة بجد رهيب رهيب رهيب. هتجربوه يا جماعة بجد، عن تجربتي هيعجبكم جدا. طلب بقى لو سمحتوا، ممكن لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك، ما تبخلوش عليا باللايك يا جماعة. اعملوا متابعة لصفحتي وقولوا رايكم ايه في الكومنتات، وباي باي.